مادام نحكيو على زيدان ابن زيدان الحارس لوكا زيدان حارس ايبار، حسب تقارير صحفيه سابقه قال انه سيعزز صفوف المنتخب الجزائري، لكن البارح فما انترفيو في ليكيب قال j'aimerais connaître la Ligue 1 un jour, c'est un objectif comme celui de croire au bleu. قال نجم، قال ماذا بيا نلعب في الليغا، وقال نحب ايضا نلعب في منتخب مستحيل. فرنسا. نعم مستحيل يلعب في الجزائر. مستحيل يلعب في الجزائر. لا لا حسب رايك علاش؟ لا، ما هو المنطلقين تعبوه. ايه يعني مهما يكون هو اصول جزائريه، لكن هو جزائري فرنسي حد النخاع. فهمت الهويه، يعني طابع عليه كان في الاسم فقط. هو عنده الهويه الجزائريه كان في الاسم زين الدين زيدان، اما الباقي كل فرنساوي كامل. حتى حبه لفرنسا اكثر من حبه لاي بلاد اخرى. ويذكر فرنسا والجمهور يعرف اللي زيدان يعني يحب فرنسا، يعني حتى الجمهور الفرنسي يعرف زيدان منتمي، ما عندوش حتى صله الا بالاسم. ولذلك ما تكونش انت ولدك نقولوا نحن يحب اسبانيا زيدان ايضا. شوف يسبن اسبانيا على الفرق، على ريال مدريد با بلوس، يعني كالهويه نتاعو كشخصيته كانتماء فرنساوي. لكن انت تحكي على ولده، انت ولده يا اخويا كي تبدا انت البو هو اكثر واحد اللي نصح لك، اللي يوجه فيك واللي نصح فيك، مش يوجهك البلاصه هو مش معترف بها. باهي خالد، لوكا زيدان باهي، تشوف عنده بلاصه ممكن في حراسه مرمى منتخب الجزائر؟ تعرف ازمه ممكن في الفتره الاخيره. اوكي جا من ماتس ديفيزيون 2 ليغ 2، موندري يلعب في كون في الليغ 2، زغبه في الضمك، واللي يلعبوا في الستاج الاخر زغبه وموندري، واحد في الليغ 2 واحد في الدوري السعودي. في المقابل لوكا زيدان معناها ارقامه محترمه، معناها في الليغا 2 لعب 30 مباراه على 41، عنده 13 كلين شيت، استقبل 25 هدف، تكون في ريال مدريد، لعب في راسينغ سانتاندير، فاليكانو، لعب في الريال الفريق الاول، لعب في المنتخب الفرنسي الاصناف الشابه. ترى عنده بلاصه معناها في منتخب الجزائر. شوف امين، في ظل معناتها نقص في الحراسه المرمى نتاع المنتخب الجزائري، وفي معناتها لامبورطونس نتاع الجارديان بوت كما كنا نحكيو ديما في كره القدم. ظهر لي ولد زيدان معناتها يصلح بالمنتخب، خاطر فيو البرفورمانس تاع لي جارديان الاخرين نتاع المنتخب الجزائري. دونك يكون الوحيد اللي كان ستابل السنوات القليله الماضيه بوحي فوالا. دونك معناتها ينجم يكون فما كلام ما بين زيدان وبالماضي على ولده، وينجم تكون الانطلاقه نتاعو. تتصور انت ساعه فما علاقه بين زيدان وبالماضي؟ ينجم يكلموا بعضهم، يسالوا على البرفورمانس نتاع ولده شنو. ممكن وقت هو شد في ريال مدريد 2 ولا 3 ماتش في الكوب، وقتها هو زيدان اونترينور، ينجم معناتها يعطي رايه. محمد يضحك. لا ضحكت. لا شوف والله انا نتحدى كان هو زار الجزائر، نحن نحكوا فيه الموضوع، نتحدى لكان زار الجزائر، هو مش يمثل مش يمثل الجزائر. ولو كان الامر مطروح على الطاوله وكذا، ورئيس الصحافه الجزائريه رئيس الصحافه الجزائريه راهي قلبت الدنيا بالخبر هذا فيما يخص لوكا زيدان. واحتمال ممكن تمثيله منتخب الجزائر يبدو صعيب نوعا ما بعد تصريحه انه يحلم باللعب في الليغا ومع منتخب فرنسا. قبل ما نحكي بالله لحظه 5 ثواني راهو نحن نحكيو على لوكا زيدان لانه ابوه زيدان، اما كقيمه ما شفنا شيء. واضح. قبل ما نحكيو على منتخب اقل من 20 سنه والانتصار البارح ضد العراق، نذكروا تابعت اس ام اس اي اف ام على 85 تربح مليون كل جمعه، مليون قضيه، والقضيه توصلك الباب الدار، وعندك فرصه انه تربح الجائزه الكبرى الفليجه 10 ملايين كاش. مع الفليجه قل الربح ايجا فليجه كما قال خالد القربي. منتخب اقل من 20 سنه يحقق اول انتصار ليه في المونديال والثاني في تاريخ مشاركاتنا في المونديال. البارح سجل اهداف المنتخب يوسف سنانة على طريقة رابح ماجر، شيم جبالي ومحمود غربال. وتشوف في السوشيال ميديا كل محمد تصريح خالد القربي كي قال شيم جبالي مواطن عادي
في السوشيال ميديا كلهم بارتاجين بونتو شيء مجبري ويقولوا واو تصريح خالد قربي. اي لا هو شوف تو قربي حكى يعني لكن كان قاسي شويه قال مواطن عادي تضخيم. لكن هو كي تحكي مثلا اتاترو بوزيتا مع خالد يقول لك يقول لك متوسط ترى، اما هو على الهاله اللي عملوها له قال لك خويا مواطن عادي فهمت يعني قربي خاطر زيرو كالكول فهمت. شنو زيرو كالكول؟ ما يحسبش يعطيها ديريكت يخرجها كيما ولا يحسب بعد ستار. لا انا نقول لك زيرو كالكول يعني المعلومه يعطيها لك خاطر تخرج ديريكت من كرويا البارح منتخب العراق كان افضل منا واضح ولا ما مش افضل كان خير من قالت كلمه انه غفصنا كرويا لكن نحن ربحنا 3. باهي شوف اول حاجه الاستنتاجات اللي ما يفهمش الكوره يعني في نقاش تحليلي استنتاجات اللي ما يفهمش الكوره في نقاش تحليلي على مباراه. اول حاجه ينتبه ليها شغل يقول لك المراكز المهمه اللي ظهرت ياسر في المباراه اللي هي يقول لك حارس المرمى صحيح هذا اللي ما يفهمش الكوره 11 تصدي. نحن مش نحكوا جروسو مودو يعني نحكيو رؤوس اقلام باش ما ندخلوش في غلط تيكي تاك. اول حاجه غياب صانع العاب واضح نحكي على الميتون الاولى صانع الالعاب اللي يتوج مجهود الفريق بهجمه منظمه. انت صانع الالعاب هذا ما عندناش جمله باهي. ثاني حاجه انت غياب مركز متاع مهاجم صريح اللي يعطيك